جيناكم بشي حويجات يا سلام. فضيحة بكل المقاييس، وعلى طريقة الأفلام الكوميدية الأمريكية. مواطن يسخر ويفضح هشام جيراندو. من العنوان ربما غادي يبان لكم سقوط مدوي لعميد الخونة اللي كيتسموا عموما بكلاب القرنة. والله الا فضيحة صوت وصورة بقلاقل، ولا نقولوا فضيحة بجماجم ديال هشام جراندو. فضيحة كما العادة سقطت الأقنعة عن المنافقين أيها السادة والسيدات، وما كنت أخبركم به لمدة تزيد عن السنة قد تحقق، والفضل يعود. الوقف لك يوقف لك يا مولي وشاي برداد. ها هو هشام جيراندو سخط امه هشام جيراندو. أوهم الدنيا أن له يدا داخل مؤسسات الاستخبارية. الأستاذ الإخوان هشام جيراندو يصدم هشام جيراندو بحكم جديد. أدانت المحكمة العليا بمقاطعة كيبيك الكندية اليوتيوبر المغربي المقيم بكندا هشام جيراندو بالحبس النافذ لمدة شهر. ايش هاد الهيصة كاملة على حكم ديال شهر في كندا؟ واش شي حرب سالات؟ واش شي عرش طاح؟ واش شي واحد فيهم كان جالس حدا القاضي كيدفع بالملف؟ ولا كان غير شاد التليفون كيتسنى الخبر يطيح باش يخرج يجري لللايف ويعلن على راسو بطل ديال نهار الحد؟ أصدرت المحكمة الجزرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء أحكاما بالسجن في حق عدد من أفراد عائلة التيك توكر هشام جيراندو وآخرين بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في إهانة هيئة دستورية. اللي وقع مع هشام جيراندو ماشي هو اللي فضح هشام، قد ما فضح الجوقه اللي كانت حاقده عليه وهي ساكته، وملي لقات الحكم خرج طلقات الزغاريد بحال الا شي انجاز شخصي تكتب بسميتها. كاين فرق بين واحد كيهضر على خبر وواحد كيدير من خبر ما عنده فيه لا يد لا رجل عرس انتقام. هاد الناس ما فرحوش حيت الحق بان، فرحوا حيت اخيرا لقاو شي حاجه يداريو بها قله الوزن ديالهم. بطل ديال نهار الحد الله يوالي برحمته. كون بقينا ساكتين كون ولا عندنا حزب الترامي. وتحفه شنو دخلوا القضيه؟ اش كيدير هاد جيراندو؟ بحال والقهوه شاف الطابله عامره وبغى يزيد الكراسي. الحكم مازال سخون، وهو واجد العنوان، واجد الواجهه، واجد النبره ديال هذه هي الضربه القضيه. محمد تحفه ما تعاملش مع الحكم كخبر، تعامل معاه بحال ميكا ديال الفخر يشعلها فوق نار اللايف باش تطلع المشاهدات. كلشي كيتنفخ، الجمله كتولي زلزال، الشهر كيولي نهايه مشوار، والحكم الكندي كيولي انتصار تاريخي ديال الناس ما خرجوش حتى من استوديوهاتهم. تحفه ما كانش كيقلب على الفهم، كان كيقلب على لقطه تشد الناس من رقبهم ودخلهم للبت. وكيبان الفرق كبير بين اللي عنده كلام واللي عنده غير موسم صيد. بطل ديال نهار الحد أوهم الدنيا أن له يدا داخل مؤسسات الاستخبارية. الفزازي طلع هو حتى هو يدير راسو جاي يسد الملف بختم ديال الحكمه بحال ديما، يدخل متاخر، يلبس وجه ديال اللي فاهم الدنيا ويركب فوق موجه واجده. ولكن اللي باين ماشي شي وقار، اللي باين هو واحد السيد مازال كيقلب على اي باب محلول باش يدخل منه ويبان في الصوره. هشام يتحكم عليه في كندا، والفزازي يتصرف بحال الا نزل عليه البلاغ في الهاتف الشخصي ديالو، كيهبط بكلام من فوق، كيدير ليه صوت ثقيل، وكيحاول يبيع للناس بان هذه لحظه كبيره، والحقيقه انها غير لحظه لقى فيها ماده سخونه باش يعاود يدور في الساحه. ما دار لا تحليل ولا هدوء، دار فرحه متستره في جلابه ديال الوعظ. بطل ديال نهار الحد راجل امكم تيقول لكم ولد نعيمه يكفي يسمع سميه هشام باش يدخل في مود ديال العويل المبرمج. كيبان بحال واحد كان جالس ايام كيتسنى شي خبر يعطيه العذر باش يفرغ اللي مجموع فيه، ما كيهضرش على الواقعه، كيرمي عليها راسو كامل، واحساس غريب انه فعلا كيشوف راسو ربح شي معركه، ولكن اللي كيشوفه من برا كيشوف غير واحد متعلق بخصمه اكثر من المتابعين ديال الخصم نفسه، حيت اللي كيكره شي واحد لهاد الدرجه وكيعيش كل حركه ديالو بحال حدث شخصي راه ماشي خارج منه، راه ساكن فيه. بطل ديال نهار الحد شتي كون سكتنا حق الله العظيم نبي الكريم لالا شافيه شي كم يدوز عليا ولا غيولي عندنا حزب الترامي. والاجمل في المهزله ان كل واحد فيهم كان كيهضر بحال الا هشام جيراندو طاح من يدهم هما، واحد يعطي الخطاب، واحد يدير الاحتفال، واحد يطلع يزايد، وكلهم مجموعين على نفس الكذبه. حنا ربحنا. ربحوا شنو؟ ربحوا خبر جاهز وجريو يتسابقوا شكون يلحسوا اكثر. ما كاين لا بطوله لا مواجهه لا جرأه، كاين غير الناس كانت محتاجه شي مناسبه باش دير من الشماته مشروع محتوى. المشكل ماشي في انهم فرحوا، حتى الفرح كيبان على قد صاحبه،
المشكل انهم حاولوا يقدموا هذا الفرح بحال موقف كبير، بحال شهاده شرف، بحال شي رايه رفعات. اذا ضربت فاوجع، انا ملي كنضرب فكنوجع. هو في الحقيقه فرح صغار النفوس ملي كيشوفوا واحد ما بغاوش يتحرك تعثر شويه، ما عرفوش يناقشوه ملي كان كيضربهم بالهضره، ما عرفوش يبنيو روايه اقوى من روايته، ما عرفوش يخليو الناس ما تنساهمش بلا ما يجيبوا سيرته. وملي جا حكم شهر لصقوا فيه بحال واحد غارق، شد قشه ديال التبن وبدا يغوت سلكت راسي. الفزازي لقى فيه منصه يرجع يلمع بها وجهه. القادم اسود. تحفه، لقى فيه حلقه مدسمه يزير بها الكونتور. ولد نعيمه لقى فيه فرصه يطلق النفس ديال الحقد اللي كان حابس. جاب الله كاينه قناه تحفه. واخرين داروا نفس الشيء، غير كل واحد على قد الميكرو ديالو. نهار ما طالع عباد الله، وين المغاربه ومساخيط الوين وفيقوا وها العار. اما هشام سواء بقى ولا نقص، سواء الناس معاه ولا عليه، في هذه اللحظه بالضبط بان واحد الشيء واضح، اللي كيقولوا عليه ساله مازال هو اللي كيشغل افواههم. الحكم عليه كان شهر، اما التبعيه ديالهم ليه باينه طويله بزاف. من بعد هذا الصداع كامل اللي بقى ماشي صوره انتصارهم، اللي بقى هو صوره ناس كانت كتسنى سقطه رجل باش تحس براسها واقفه. وهادشي ما كيتسماش غلبه، هادشي كيتسمى عجز لابس ماسك الفرحه.